اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. عزومات رمضان وجمالها، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض مش محشي، هنعمل فكرة محشي جديدة ومميزة، وهنشوي معاها كمان حبة اجنحة، وهتبقى وجبة في منتهى الجمال. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ احب افكركم انا امنية ودي قناتي، ولو دي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. يلا نعمل مهرجان المحشي ده مع بعض ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه هتبل اجنحه الدجاج، معلقه من الزبادي، وكانت البهارات بتاعتي ملح وفلفل، كزبره ناشفه، بابريكا مدخنه، شويه من الزعتر، ومعلقه من بهارات المشاوي، ولو ما فيش ممكن نستغنى عنها. وضفت كمان معلقه من دبس الرمان وعصير ليمونه. واخر حاجه ضفتها 3 معالق من الزيت، وهقلب التتبيله الوهم دي مع بعض كده، وطعمها حلو جدا ومميزه، ولا احتاجنا طماطم ولا بصل ولا اي حاجه. هروح هنا كنت غسل الاجنحه ومخليها زي الفل. طبعا بنغسلها بدقيق وليمون، ممكن ميه غسيل الرز، شويه جنزبيل، معلقه طحينه، اي حاجه من الحاجات دي، ونبعد تماما زي ما اتفقنا عن غسيل الطيور بالخل. غسلتها كده وشلت الضافر بتاعها والطرف، لان ده بيكون الزفاره، وبالسكينه كده عملت فيها نغزات عشان تشرب التتبيله كويس. وهقلبها، ومعاكي بقى من بالليل للصبح تسيبيها ساعه 2 زي ما انتي حابه. نبدا بيها الاول عقبال ما نعمل المحشي ونظبطه، تكون الفراخ بتاعتنا اتبلت وبقت في منتهى الجمال. يلا نعمل المحشي بتاعنا مع بعض. حطيت هنا حوالي ربع كوبايه من الزيت، ونزلت ببصلايه مفرومه فرم ناعم. بعد كده ضفت رشه من الفلفل الاسود علشان يكون البصل ريحته حلوه. وضفت كده كبشه صغيره من خضره المحشي، الحباش المشكل، الشبت والبقدونس والكزبره، وده مش اول للمحشي، لسه الحباش لسه هنحط تاني. ونزلت بالطماطم اللي انا كنت مسبكاها، اخدت غلوتين كده ونطرت الزيت او الادام بتاعها. كده عندي صلصه المحشي بقت جاهزه. يلا نشوف هنعمل ايه محشي. مفيش حاجه النهارده مش هنحشيها، كل اللي في طريقنا هناخده في سكتنا كده نحشيه. عملت خضار مشكل، كرنب، وورق عنب، وكل حاجه. هنا غسلت الرز وصفيته كويس جدا، ما يبقاش فيه نقطه ميه. وخضره المحشي نكترها، شبت وبقدونس وكزبره، وبرده نكون مصفينها ما فيش فيها نقطه ميه. وهنزل بالتسبيكه بتاعتي. هنا احنا كنا ما حطيناش بهارات في الطماطم، فانا حطيت البهارات على الرز عشان يبقى طعمها باين. وكانت البهارات بتاعتي عباره عن ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وشويه من الشطه ونص معلقه من بهارات اللحمه، بتبقى حلوه جدا في المحشي. ممكن تضيفوا مكعب مرق كمان لو انتي عاوزه. هنا خلصت خلطه المحشي كانت جاهزه. اخدت بقى الكرنب انا كنت مفرزاه، طبعا من كل حاجه حبات كده علشان نعمل صينيه مشكله شكلها حلو فيها كل الاصناف. عايزه اقول لكم ان احنا ممكن نعمل يعني مثلا لو عندنا عزومه ممكن نعمل صينيتين 3 مشكلين كده يطعموا بعض، بدل ما بنعمل الكرنب لوحده والفلفل لوحده والحاجات دي. انا بحب اعملهم كده كلهم مع بعض يطعموا بعض. جبت كده طبق فيه شويه ملح وفلفل، وبدات اللي انا ابهر كل الخضار من قلبه، سواء الكوسه والبرنجان والفلفل، وكمان كنت مقوره جزر بيبقى حلو جدا جدا ومسكر جميل في المحشي. هاخد الفلفل بتاعي كده وما نملهوش قوي للاخر، يا دوب نسيب عقلة صابع فاضية. لسه الرز هيستوي وينفش، يبقى فيه مساحة عشان ما يبقاش المحشي بتاعنا منعكش ومطلع الرز من كل ناحية. ونراعي برضو ان واحنا شغالين تكون ايدينا نظيفة، ما يبقاش الخضار عليه من بره الرز كتير عشان ما يعجنش. انا خلصت الكرنب والفلفل والبرنجان والكوسة والجزر. نيجي بقى الورق العنب. انا بستسهل افضل طريقه، وهي افرد الورق العنب كله قدامي على الرخامه او كميه منه، وبعد كده اوزع عليها الحشوه، وبعد كده الفهم كلهم مره واحده زي ما انتم شايفين. طبعا ورق العنب احنا بنحشيه على الوش الخشن وبنخلي الناعم لتحت، يعني لما بنيجي نحطه على الرخامه او على ايدنا بيكون الطرف الناعم او الوش الناعم لتحت والخشن لفوق. هنسكت على كده؟ مستحيل. طلعت شويه ممبار وكنت غسلاهم ومخلياهم زي الفل، وهاخد بقيت خلطه الرز بتاعه المحشي وابدا اللي انا احشي شويه الممبار الحلوين دول. طبعا لازم الممبار بتاعنا يكون مغسول ومتصفي، وما نيجي نحشيه يكون متهوي على الاخر، يعني كاننا ما حطيناش فيه حاجه.
نقدر اللي احنا ناخده كده بين صوابعنا، يبقى يعتبر محشي حاجة بسيطة، لان عشان ما يفرقعش وعلشان يستوى وما يطلعش محصحص. ده شكل الممبار بتاعنا. جبت كده طرف ابرة انا مخصصاها للمطبخ، وعملت كده فيه فتحات بالابرة كده بسرعة علشان كمان يتنفس وما يفرقعش في الحل. حلة فيها ما في كل اللي فيها شوية من الملح والفلفل ورقة لوري، مية بتغلي. نزلت من الممبار بتاعي قد ايه 15 دقيقة بالظبط، يعني مجرد ما المية ترجع تغلي تاني 15 دقيقة وبطلعه بالمنظر ده. بيكون طبعا لسه يدوب اقل من نص السوا. باخده كده. انا كل اللي انا محتاجاه ان الممبار بتاعنا يقفل وشكله كده يشد شبه الممبار الجاهز على الاكل. وكمان اخدته وحمرته، لان طبعا هو مش هيتحمر جوه الفرن، فانا حمرته بالشكل ده وخليته جاهز كأنه استوى، بس طبعا في نص سوا لسه هيكمل مع صينيه المحشي. شويه شوربه وعليهم معلقه من تسبيكه الطماطم اللي كنا عاملينها للمحشي، ونظبط بقى الملح والفلفل. حطيت مكعب مرق عشان ده يبقى العقد او التسقيه بتاعه المحشي. محشي الفرن من انجح انواع المحاشي، ما بياخدش عقد كتير وساعه وبيطلع في منتهى الجمال. لازم الشوربه اللي انا هسقي بيها المحشي تكون شوربه مغليه. النقط اللي انا باكد عليها دي بتكون سر نجاح الحاجة أكتر من الطعم. يعني ممكن نكون عاملين طعم حلو جدا بس يطلع مننا معجن أو سايح أو محصحص. شايفين شوية الشوربة اللي أنا حطيتهم يا دوب ما يوصلوش للرصة الأولى من المحشي، إن لسه كل الخضار ده كمان هينزل مية. وكمان المحشي اللي في الفرن ما بيفقدش سوائل كتير، بيعتمد في التسوية بتاعته على الحرارة وصهد الفرن. غطيت كده وش المحشي بورقة من ورق الكرنب الأخضر اللي بنفضل نلمها ونرميها باخد واحدة كده اسلقها واجهزها للتغطيه، وقفلت عليه كويس وما خليش ليه اي منفس عشان ما يطلعش منه البخار بالورق الحراري. وجبت كده ورقه زبده دهنتها دهنه حلوه من الزيت، ورصصت عليها الاجنحه بتاعه الدجاج بعد ما كانت اتبلت واتبسطت قوي جوه التتبيله. وعلى الفرن درجه حراره 200. الرف اللي تحت الاوسط بيقعد بالظبط من ساعه لساعه و10 دقايق حسب الكميه وحسب حراره الفرن، وبيطلع في منتهى الجمال. طبعا لو كانت لاحظنا ان الفراخ استوت قبل المحشي، بس هما الاتنين بياخدوا هي الساعة او الساعة و10 دقايق، ممكن نشيل الفراخ. شايفين شكله وجماله ولا اللمعة؟ روعة. سرفيس محاشي مشكل محترم، كله مطعم بعضه، ورق العنب مع الممبار والفلفل والبرنجان، حاجة في منتهى الجمال. شوفي كده لما ينزل لك سرفيس مشكل بالشكل ده بعد يوم صيام طويل، لقمة سخنة ومعمولة من ايديكي، ولا لما يكون عندك حد وعايزة تكرميه كده وتعملي له احسن ما عندك، اعملي السرفيس ده. اوعدك ان هيبقى في منتهى الجمال، وساعة في الفرن وهيكون جاهز. طبعا عايزه تضيفي زي ما انا عملت اجنحه دجاج فراخ متقطعه، ممكن من غير خالص، فضل ونعمه، ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. جربوه هيعجبكم. فكره جديده زي ما قلت لكم، ممكن تعملوا اكتر من صينيه في الفرن، بحيث لو عندنا عدد يبقى كل صينيه فيها التشكيله كلها قدام الضيوف يقدروا ياخدوا اللي هم عايزينه. فكره جديده وبسيطه، كلنا بنعرف نعمل المحشي فيه واساتذه، بس الفرن والطريقه الجديده دي هتفرق جدا في النتيجه. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب تجربوه ويعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.